هو طبعا مفيش حاجة بعيدة عن ربنا، بس بالمعطيات اللي معانا وبجدول الدوري نقدر نقول ان بنسبة 99% الدوري راح من الزمالك رسميا. النهارده الزمالك كان بيلاعب رفيق كابو وزملائه بس، ولعيبة نادي الزمالك عد معايا كده ما بتعرفش تعمل باص امامي ورا بعض، يعني هو واحد اتنين التالت مقطوع. كلام في الكورة مع احمد نصر، اعمل لايك للفيديو. تعالى نتكلم عن الكوارث الفنية لنادي الزمالك. مبدئيا تشكيلة نادي الزمالك كانت متوقعة جدا، وهي ال4-3-3 بتاعت فيريرا، متمكنة في 2-8 و1-6 اللي منهم أصلا واحد بيلعب 6. هشرح لك أنا بتكلم إيه. متمكنة إن الرباعي جميل المرح جدا، حمزة المسوسي اللي بيقدم أحسن مواسمه، يعني حسام عبد المجيد اللي كان مصمم في المباراة إن يلبس محمد صبحي جون. محمد عبد الغني الهي ينستر يا رب، مش عارف كان بيعمل ايه في الكوره ديت، يعني حد يقول لي كان بيعمل ايه في الكوره دي. اتلعب باصين من ظهر نادي الزمالك بسبب دخله غشيمه. ما ينفعش ابدا لعيب في نادي الزمالك يكون بيلعب الكوره دي. ما علينا. عندنا هنا بقى اتنين يعني انا مش فاهم اوظفهم ايه. يعني عندنا واحد اسمه دونجا، ده 6 مش 8 بس بيلعب 8، وعندنا رؤى 6 وبيلعب 6. فاوقات تلاقي دونجا 6 ورؤى 8، واوقات تلاقي العكس، يعني ما تعرفش مين فين. لكن الاكيد ان سيف جعفر كان بيلعب 10، لان سيف جعفر ادواره الدفاعيه اقل كتير. اوكي، نص ملعب الزمالك بوجود سيف جعفر افضل بكتير قوي من وجود عمرو السيسي، مش مشكله خالص. مصطفى شلبي مجهوده جيد يعني تمام. الناحيه التانيه عندك احمد سيد زيزو، ما جاش النهارده. احمد سيد زيزو النهارده ما جاش حرفيا. احمد سيد زيزو ما شفتهوش خالص. سيف الدين الجزيري وانا مش عارف هل انا ابقى معاه ولا انا ابقى ضده، بس انا ما شفتوش النهارده. يعني سيف الدين الجزيري انا ما شفتوش النهارده. طيب ده ليه؟ هقول لك انا بقى ليه. والله يعني انا شغال مدرب، بس مدرب على نيتي. يعني انا شغال مدرب لسه صغير مش كادر كبير في التدريب. اللي استغربته ان ازاي فرقه بقدر وبحجم نادي الزمالك ما ذاكرتش فرقه انبي، يعني ما اتفرجتش على انبي وهي بتلاعب. لو هتلاعب حتى بترول اسيوط تلعب ازاي؟ انبي بتلعب كده بقالها 5-6 ماتشات، يعني مش بتلعب كده فاتحه الملعب هي 3-5-2 اللي فاتحه الملعب الهجوميه، لا هي بتلعب كده مقفله نص قلب الملعب. يعني يا معلم يا جوهري يا حوت التدريب يا اي حد في الملعب يا اي حد كوير، ما ينفعش تلعب على قلب الملعب مع فرقه ما بتعرفش تعمل اي حاجه غير انها تقفل قلب الملعب. انت جيت في ملعبها. يعني لعيبه نادي الزمالك اصرار وعند شديد انها تطلع بالكوره من هنا بفرقه اصلا بتقابلها هنا. يعني هي فرقه بتقابلك من نص ملعبك بتطلع الكوره من تحت ليه؟ انت عبيط؟ عبيط؟ هي اصلا هنا وحاطه جول، تطلع الكوره من تحت ليه؟ يعني انت يعني هتضيع وقت ما بين 1 2 3 4 5 6 باصات ورا، وبيهاجمك مين؟ 2 دول بس قاعدين في حضنكم هنا ملبشينكم خليكم مش عارفين تعملوا ايه. رفيق كابو خد الكرة من هنا لحد هنا، محدش قال له انت بتعمل ايه. في حالة ان الزمالك بيبقى معاه الكرة، في حالة ان الزمالك معاه الكرة في الشوط الاولاني، بتلاقي الخماسي الجميل ده طلع هنا كده واقف على خط نص ملعبه ما بيعملش اي حاجه اصلا، واللي بيكمل الضغط وبيمارس الضغط على نادي الزمالك مين؟ الاتنين دول. وعلى فكره انبي يعني مش مفاجاه، يعني هي انبي مش مفاجاه تماما، ولا كانت بالنسبه لي حاجه جديده اللي هي بتعمله. انا اتفرجت على انبي 3-4 ماتشات تخاطيف، عرفت هما بيلعبوا على ايه، وعرفت هما مستخدمين سرعه مين اللي كان لابد ان احنا نكون عاملين حسابه كويس جدا وما نديلوش كرات في مساحات. ولكن سبحان الله، العقول
عندنا لعيبه في نادي الزمالك كسر، لعيبه في نادي الزمالك كسر. لما تيجي كده تعالى معايا عد في الشوط الثاني، ركز معايا، عد في الشوط الثاني معايا كده الباصات الاماميه كام باص؟ يعني الباص الامامي اللي كمل، يعني الكوره هتطلع من هنا لنادي الزمالك، الراجل اهو فيرود بتاعنا اهو، الفرقه بتاعتنا لفوق اهي، ودول طب مقفلين عادي جدا تمام. واحنا دلوقتي عايزين نعمل باص امامي، عايزين نطلع بالكوره من هنا. اوكي، هنعمل ايه؟ هلاقي بقى الرجاله دي واقفه هنا اهو كده في حضن مين؟ في حضن اللعيبه بتاعت انبي. ودول بقى ايه؟ دول البرشلونه بتوعنا، دول برشلونه. حتى لما نزل الونش برضو ايه كان بيلعب لعب برشلونه جوارديولا بتوعنا. ليه بقى؟ ان الشباب عايز يطلع بالكوره من تحت يعمل 50 باص لحد ما يجيب الجول عشان يبقى جول في العالميه. لاقي الكوره من هنا لهنا 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 تطلع لحد هنا، يوم سيد نيمار في الشوط الثاني ماسك الكوره هنا، توصل لمين؟ لاشرف روقه هنا اهو كده. طب يحصل ايه؟ تقوم راجع لصبحي. هي دي الهجمه، هي دي الهجمه، هي دي الجمل. نقوم عاملين ايه؟ صبحي يقوم مرجعها تاني لعبد المجيد، عبد المجيد يدي فتوح، فتوح يقوم مدي لبالحاج، بالحاج يقوم عامل ايه؟ محنكش يدي ايه هنا لمصطفى شلبي، مصطفى شلبي يقوم عامل ايه؟ يقوم مرجعها ورا هنا. تمام؟ نرجع تاني ينزل ابراهيم انداي اوكي، وخرج سيف جعفر، قصدي سيف الدين الجزيري. اوكي تمام. الكوره نبتدي نرجع تاني نبني من تحت، ندي الكوره هنا، توصل الكوره في الشوط الثاني لنيمار، يفضل ماشي بالكوره لحد هنا، وبعد كده قام عامل ايه؟ عرضيه ملهاش اي ثلاثه لازمه تطلع بره. حرفيا الزمالك ما بيلعبش كوره، ما بيلعبش كوره، الزمالك ما بيلعبش كوره. انبي بقى بيحصل ما بينهم ما بين الاثنين دول ايه؟ التسعتين دول الفراوده دول ايه؟ غربله. تلاقي ده راح كده وده راح كده، والكره بتتلعب هنا مثلا، حتى الكره قرفانه منكم، والكره بتتلعب هنا بالطويله هنا كده مثلا، فتلاقي ان دفاع الزمالك ده وقف على خط واحد كده، فالراجل ده بيمشي والتاني يكمل، مره بتعدي مره بتضيع مره بتخش، اتحفظت. طيب تعالى بقى نتكلم عن حاجه تانية كده. انا كمشاهد يعني، انا مش بحساسيه الملعب، انا كمشاهد، انا اصلا لعبت كوره بس درجه تانية يعني، مش محترفتش الكوره قوي. فخلينا متفقين كده ان كل كوره كانت خطر للزمالك هي عرضيه، يعني كل كوره خطر لنادي الزمالك كانت عرضيه. فالزمالك يعمل ايه؟ يقرر ان ما يلعبش كرات عرضيه، وعايز يلعب برده الكره من تحت مع فرقه اقسم بالله خانقه الملعب زي ما انت شايف كده، والله العظيم خانقه الملعب كده، ولعيبه الزمالك في حضن لعيبته. طول ما انت عارف، انت لما تكون عندك كورتين او لا، عارف لما تكون بتلعب بلاي ستيشن مع اصحابك و في دراع بايظ وواحد عيل صغير معاكوا هيموت ويلعب فبتديله الدراع البايظ، اهو كده لعيبه الزمالك كان معاها الكوره بس مش عارفه تعمل بيها ايه. لما تبص على الاستحواذ تلاقيه فوق ال 65% لنادي الزمالك، والزمالك اللي خسران، تعرف ان دي عليه العوض ومنه العوض في الكوره. لعيبه ماسكه الكوره مش عارفه تعمل بيها ايه، مش عارفه تعمل باص امامي، مش عارفه تعمل باص امامي، مش عارفه. وكأن فرقه كلها ما عندهاش ثقه في نفسها، مفيش حد بينزل من ال 18 ممسوك الا ويرجع كوره لورا. طب يا ابن الحلال، طب الزمالك يفتقد لحد بالكواليتي بتاع فرجاني ساسي المايسترو القائد. الزمالك يفتقد لقائد، وبكده عليه العوض ومنه العوض. خلاص الدوري راح. والمشكله ما هياش فريرة، المشكله ما هياش لعيبه، المشكله هي منظومه الاداره في نادي الزمالك المتمكنه في الدفاع عن الوهم. حضرتك بتدافع عن لعيبه مش موجوده، دي اشباه لعيبه، صفقات فاشله، صفقات فاشله، لعيبه لا تستحق انها ترتدي نادي الزمالك. هتقولي طب ما لوم اللعيبه دي؟ لا والله، انا معايا شيء قيمته 2 جنيه، انا معايا شيء قيمته 2 جنيه،
انت عايز تيجي تشتريه بمليون جنيه بتاعتك، بس انا مش هقدر اديك غير بقيمه 2 جنيه. فدول كورتهم على قد حرس الحدود، على قد طلائع الجيش، على قد انبي كده. اديتهم انت عبايه واسعه عليهم، التيشيرت تقيل عليهم، تقيل قوي على اللعيبه دي، تقيل جدا. اللعيبه مكلبشه في الملعب، مش عارفه تلعب، مش عارفه تلعب، وجديد بوظ قديم. لعيبه عامله زي الفيروس، طموحاتها قد كده، طموحاتها قد كده. في مباريات، يعني في ماتشات كده في الملعب بتاعت لعيبه بس، بتاعت لعيبه بس. ما ينفعش انا ابقى خسران والاقي واحد بيجي يرقصني واسيبه يعدي هو الكوره. ما ينفعش انا ابقى في الملعب وفرقتي مهزومه وادور اضحك واقعد ارقص تك 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 وفوق الفرقه، اشوط على الجون كتير، اعمل اوفرات كتير، اعلق الكرة في ال 18 كتير، ما انا خسران. اسرع طريقه للجون ايه؟ مش ان انا اقعد انقل 7 8 باصات في ال 18 بتاعتي. يا فرحتي، ما هي فرحتي هيقولوا عليها برشلونه بس خسران. ده انت بقيت الخامس رسمي. الاهلي بيقدم ضحك وانت جاي تضحك ديك ابو الاي ابن وسخ علينا. مفيش فايده. يعني الحمد لله الزمالك ضاع بايده الدوري، من ايده. الزمالك ضاع بايده الدوري، من ايده. كده اكون انا خلصت كلامي عن توقعات. توقعات ايه؟ توقعات ايه؟ هو انتهت اصلا، يعني مش توقعات، هي انتهت. الدوري خلاص. معاكم ربنا بقى يا فيوتشر انتي وبيراميدز والاهلي، معاكم ربنا في اللي جاي. وهنشوف الجمعه الزمالك هيعمل ايه مع بلوزداد. اتمنى تذاكر بلوزداد كويس وتعرف نقط الضعف وتلعب عليه. اتمنى تذاكر بلوزداد كويس وتعرف نقط القوه وتلعب عليه وتامنها، وتحفظ لعيبتك ازاي تقدر تحمي نفسك من انك يخش فيك هدف، ازاي تقدر تهاجم هجوم نظامي. كان معاكم احمد نصر، الى اللقاء.